بعد هذه المجازر التي ترتكب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي، والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري، فآلة الحرب الصهيونية بدعاية إعلامية كاذبة وبتواطؤ الكثيرين تدعي أنها مرة أخرى ضحية، ولكن سفه الإعلام الغربي نفسه ادعاءاتهم وأكاذيبهم وفند تصريحاتهم ودعاويهم. إننا نؤكد ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تؤكده كل يوم. نؤكد عهدنا على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير العربية، معبأة ومنظمة ومسلحة، وبالحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. وندعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وأن تطبق القوانين الإنسانية التي تم وضعها على شعب فلسطين، وضعوها وتنكروا لها. فبأي ذريعة يمكن أن تتذرع أي عاصمة في العالم حينما يستهدف الأطفال وهم في البيوت أو بالمستشفيات، تطايرت أشلاء أجسادهم البريئة في كل مكان؟ كما ندعو كل شعوب العالم، كل إنسان في العالم، كل إنسان حر يستبطن الحد الأدنى من القيم الإنسانية أن يتحرك من أجل وقف هذه المذابح. أن الساعة اليوم ليست ساعة شجب وتمديد، فقد عشنا عقودا ونرى المذابح والمجازر، ولم نرى في أكثر الأحيان إلا اجتماعات ليس من ورائها أي طائل. فعلى كل إنسان حر أن يقف إلى جانب شعبنا في فلسطين، أن يناصره لاسترجاع حقه المسلوب. وعلى كل إنسان حر أن يضع حداً لعربدة الحركة الصهيونية، حداً لجرائمها، وحداً لعربدتها. لقد أرادوا على مدى عقود من الزمن أن يستبطن شعبنا العربي ثقافة الهزيمة، ولكن اليوم الشعب الفلسطيني والشعب العربي أظهر أنه شعب غير مهزوم،
الساعة اليوم هي ساعة يجب أن يقف فيها كل أحرار العالم إلى جانب شعبنا في فلسطين. هذا موقفنا الذي لن نحيد عنه أبدا، وهذه هي قناعاتنا التي